معانا كاكا. ازيكم الاول، عاملين ايه؟ معانا بقى كاكا. هنشوف هنعمل بيها حاجه جامده جدا وطعمها حكايه، يعني هتحبوها قوي وسهله. هنعمل كيك بكوبايه دقيق واحده بس، وطبعا معانا اللي هو البيكنج باودر وفانيليا، وحوالي ربع كوبايه زيت، ومعلقه صغيره جدا سمنه انا حطاها جوه الزيت زي ما انتم شايفين، وحوالي نص كوبايه سكر. هتبقى تحفة جدا. طبعا بقى انا الكاكا اللي عندي هاخدها والقشر ده هتشيليه، يعني مش هنحطه ومش هنضربه في الخلاط بيه، وهتشيلي دي. طبعا في كاكات يا جماعة من جوه بيبقى فيها بذر كده، وفي كاكات ما بيبقاش فيها بذر، فانتي هتفتحيها وتشوفيها، لو فيها بذر هتشيليها وهتضربيها في الخلاط من غير مية ومن غير سكر. كده خلاص الكاكا انا حطيتها، يعني طلعتها قشرتها زي ما انا قلت لكم، وبتاعتي ما كانش فيها خالص اللي هو البذر. هضربها بقى دلوقتي كويس قوي في الخلاط، وهنشوف هنعمل ايه، هنكمل الخطوات مع بعض. خلاص كده خلصناها ضربناها. هشيل بقى جزء من الكاكا، هركنه على جنب عشان اعمل بيه التوبنج اللي فوق، والباقي هستخدمه في الكيك. انا خلاص اوريدي خدت الجزء بتاع التوبينج، هبتدي بقى احط المحتويات. انا مش هستخدم غير هي بيضه واحده معايا. هحط برضو كيس فانيلا واحد من اللي هو بيتباع ده في السوبر ماركت، او شويه فانيلا عندك سايبين يقضوا يعني للبيضه. هحط بقى نص كوبايه السكر اللي عندي، بسم الله. ودي نص كوبايه زيت مع معلقه صغيره خالص سمنه، يعني صغيره مش كبيره، عشان السمنه بتدي طعم حلو. انا بحط سمنه بلدي يا جماعه. هنضربهم بقى مع بعض كويس قوي. ده بقى الدقيق انا نخلاه كوبايه واحده دقيق، وهحط بيكنج باودر، يعني حوالي كيس بيكنج باودر. ممكن تحسي ان هو كتير بس هو مش كتير، هو حلو وهينفش معانا ويخليه تحفه. هحط بقى يعني شويه ملح صغيرين خالص لا يذكروا يعني. هقلبهم بقى تقليبه سريعه كده عشان كل حاجه تدخل في بعض. هبدأ بقى انزل بالخليط بتاعي واحدة واحدة كده واقلب. تفضلي بقى تقلبي لغاية اما توصلي للقوام اللي انت شايفاه قدامك ده. شايفة عامل ازاي؟ تحفة. خلاص كده احنا انتهينا خلاص منه. هنشوف بقى، هنجيب الطاجن اللي هنعمل فيه او الصينية او ايا كان وهنشوف. انا اخترت الشكل اللي عندي ده، وانا بحب على فكرة تسوية الكيكات في الالومنيوم. فهجيب بقى حتة سمنة صغيرة كده على الفرشة دي، وهوزعها كويس قوي فيها، كويس قوي. خلاص كده وزعت السمنة، هرش بس شوية دقيق كده ووزعهم حلو في الطبق اللي انا اخترته ده. تمام. دلوقتي بقى هنوزع في الصينية بتاعتنا، بسم الله. خلاص كده انا وزعتها وقعدت عملت كده. هنشيلها بقى دلوقتي وندخلها الفرن. وانا اصلا بقى عندي كمية من نفس الخلطة دي، هنشوف بقى هنعملها ازاي. دلوقتي انا بقى عندي زي ما انا قلت لكم شوية من الكيكة بتاعت الكاكا. قلت هعملها كب كيك كده للولاد لذيذ. هبدأ افضي بقى الكب كيك، بس ما تمليهوش كتير، حطي بس حبة فيه صغيرين عشان لما ينفش. ده اللي كان باقي من الكيكه اللي احنا عملناها، كيكه الكاكا. وانا عملت الباقي ده كب كيك كده للولاد، هنحطه برده في الفرن. بصوا يا جماعه، انا كان باقي كميه في الخلاط، الخلطه اللي احنا عملناها في الخلاط دي، البيضه بالحاجات دي، كان باقي الكميه دي. فانا قلت ايه، هعملها برده اختراع جديد كده. هحط كاكاو خام عليها واعملها زي الشوكليت كده، لان بنتي بتحب الحاجات اللي بالشوكليت. يلا بينا. في نفس البولة بتاعتي دي هفضي الكمية. ليه انا بدأت بده، مش بدأت بالحاجات اللي هي الكاكاو الخام والكلام ده، عشان احط على قدها كاكاو خام، ما كترش مع نفسي. هحط بقى الكاكاو الخام اللي انا بقول لكم عليه، مش هحط كتير، هحط مثلا نص كوبايه الاول كده، وهحط عليها
البيكنج باودر يعني ربع كيس كده. هقلبهم بقى مع بعض كده بالراحه، مش هزود اي اضافات تاني لان هيبقى نص كوبايه الكاكاو دي حلو قوي على الكميه اللي عندي. كده خلاص انا ضربتهم في بعض كويس. هزود بس معلقتين دقيق، وهزود شويه لبن صغيرين، وهقلبهم كويس واوريكم القوام. دي الصينيه اللي انا هعمل فيها. هعملها سمنه بقى كده، يعني هوزع فيها سمنه بالفرشه. هنحط شويه كاكاو خام وهنوزعهم. هوزعهم كده يعني. وزعنا اهوت الكاكاو وغطيناه كله. هجيب بقى الكيك اللي احنا عملناه وهنحطه بسم الله في النص كده ونبدأ نوزعه كده. خلاص تمام. وانا قعدت عملته كده. بصوا بقى يا جماعه، وانتوا بتطلعوا الكيك من الفرن، انتوا تسيبوه مثلا بتاع 30 دقيقه ولا حاجه، وتفتحوا الفرن بالراحه وتختبروه بخله زي دي كده اللي هي بتاعه الشيش طاووق. تشوفوا لو طلعت نظيفه كده يبقى هو استوى خلاص. طلعت فيها اي حاجه يبقى هو لسه محتاج يسوى شويه. هناخدها بقى ونحطها في الفرن. بسم الله. خلاص انا اوريدي طلعتها من الفرن ومغطياها بفوطه عشان تفضل يعني كده. شايفين؟ تحفه. لونها جميل قوي. لونها يعني مدي على يلو كده، عامل زي لون الكركم شويه. حلوه قوي. هفضل بقى مغطياها بالفوطه على ما اخلص. هعمل التوبينج اللي انا هحطه عليها من فوق. حوالي نص كوبايه ميه، بس الكوبايه مش كبيره قوي يعني. لو هتقارنيها بالكوبايه اللي هي 200 مللي يبقى اكتر من ربع بشويه. هحط بقى حوالي معلقه سكر. انا حطيت معلقه سكر. هحاول ادوبها شويه كده. متقلقيش، حتى لو ما دابتش هتدوب لان هنرفع كل الكلام ده على النار. هحط بقى معلقه نشا، معلقه واحده بس. هادوبها كويس قوي في الخليط بتاعي ده، في الميه والسكر اللي انا حطيتهم. هدوبها كويس. هبدا بقى احط من عصير الكاكا اللي انا كنت عاملاه. هحط مثلا بتاع نص كوبايه، نص كوبايه من اللي هي المج الكبير. خلاص كده انا مزجت الخليط كويس قوي، لونه تحفه. هرفعه بقى على النار، ومع التقليب هتفضلي تقلبي على النار كده. يلا بينا. خلاص كده انا رفعته على النار. هفضل بقى اقلب اقلب لغايه اما يعني يبدا يبقى سميك شويه وارفعه من على النار. دي يا جماعه الدرجه اللي انا عايزاها. انا مش عايزه درجه اللي هي زي المهلبيه والكلام ده. انا عايزاها تبقى خفيفه وحلوه، ولما هتبرد هتبقى تحفه. خلاص كده الكيك طلع، وزي ما انتم شايفين انا فضيته بقى على الطبق اللي انا هقدم فيه، وهنزل بقى بالتوبينج عليه دلوقتي. الكيك طالع فلافي كده وهش وتحفه. هنزل بقى بالتوبينج زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، شكله رائع. والطعم طبعا ما اقولكوش بقى، حاجه جديده وحاجه حكايه كده. روعه بجد. انا غطيتها كلها بالتوبينج اللي انا عاملاه. رائعه رائعه رائعه. بألف هنا وشفا. هقطع بقى قطعه كده ونشوف عامله ازاي. بسم الله. شايفين؟ ما شاء الله. خلاص كده انا قطعتها. نشيلها بقى. شايفين؟ ما شاء الله، رائعه. خلاص كده انا قطعت قطعه تحفه. شايفين شكل الكيك عامل ازاي؟ رائع رائع رائع. هندوق دلوقتي مع بعض وهنعرف طعمه ايه. انا لسه اول مره اجربه، بس هو شكله بجد يفتح النفس. بسم الله.
خدت بقى القطعه دي، بسم الله. جميله جدا، وطعم الكاكا فيه باينه قوي، واللي بيحب الفاكهه ديت هيحب الكيك ده والتوبينج ده، وانصحكم ان انتوا ان شاء الله تجربوها وهتحبوها باذن الله. ده يا جماعه الكب كيك اللي من نفس عجينه الكيكه اللي هي بتاعه الكاكا، اللي انا عامله لها التوبينج اللي انتوا لسه شايفينها. شايفين طالع عامل ازاي؟ تحفه قوي. ممكن بقى تحشيه حاجات او تزينيه باي حاجه انت عندك للولاد على حسب هما بيحبوا ايه. تحفه جدا. انا طلعت الكيكه اللي احنا عملناها بالشوكليت بقى، اللي ضفنا عليها كاكاو. هحط لها بس بقى شويه نوتيلا كده على الوش، بسم الله. خلاص كده انا زينتها بالنوتيلا زي ما انا قلت لكم، ورشيت عليها شويه فستق كده، طحنتهم ورشيتهم. بصوا يا جماعه، انا عارفه ان انتوا هتقولوا هي سمكها رفيع كده ليه، واكيد مش ناجحه. هي ناجحه، بس انا كانت الكميه بتاعتي كانت اللي باقيه صغيره، فعملتها بقى في صينيه، في صينيه نفس المقاس ده، وعارفه ان هي هتطلع سمكها كده. بس شوفوا فلافي خالص وتحفه بصراحه. وهنقطعها مع بعض دلوقتي وهنشوف. نقطعها بقى كده، نقطع قطعه، بسم الله. اهي يا جماعه رائعه، يعني انا ما كنتش متخيله جمالها ده. شايفين الجمال؟ هي تحفه يا جماعه قوي، شكلها رائع زي ما انتوا شايفين. يعني فيها شبه شويه من مولتون كيك، انا شايفاها كده دلوقتي. فانا هدوق دلوقتي برضو واقول لكم رايي. بسم الله. رائعه اهي، بصوا، يامي يامي. على فكره بجد انا اول مره طبعا اعملها، طالعه رائعه بجد، عجبتني قوي قوي قوي. عامله فعلا شبه المولتون كيك شويه كده. بصوا بقى يا جماعه، انا هجيب تاليا بنتي بتحب تعشق اي حاجه فيها شوكليت، فهي واقفه من الصبح ونفسها تدوق وتقول رايها. اتفضلي يا لولي، دوقي يلا. ايه رايك يا لولا؟ عجبني جدا. يعني طعمها حلو كده وعجبتك بما انك بتحبي الشوكليت جدا بجد؟ ميرسي يا لولي. نفر ماي. بما ان بقى عجبك الفيديو يا لولي وعجبك طعم الكيك والحاجات اللي انت دقتيها دي، تحبي تقولي لهم ايه يا لولي؟ بقول لهم اشتركوا مع مامي واعملوا لها لايك وشير وسبسكرايب، ما تنسوش تفعلوا الجرس. وانا يا مامي عايزه ادوق. تعالى يا دودو، دوق يلا. حلو قوي يا ماما، ما تنسوش تعملوا لها اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.